صباح الفل، صباح الياسمين، صباح احلى اخوات واحلى متابعين واحلى فانزات، وما شاء الله نصلي بينا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. فيديو جديد ويوم جديد وفيديو جميل، كلنا هنستفاد من بعض، كله نشاط وحيوي، كله رغاوي، كله كده ايه. هتقومي تشوفي مصلحة بيتك، هتقومي تشوفي وراكي ايه الدنيا خلاص بقى عيد. خلص العيد، كل سنة وانتم طيبين. بقول لكم ازيكم، متنسوش اللايك واشتراك وكومنت حلو منكم كده عسل، وزعلانة منكم. شاهدوا الفيديو حتى لو 5 دقايق بالله عليكم، هيعجبكم والله. او بقول لكم بصوا، كتاب تالتة ثانوي ربنا يعيننا. خلاص. او انا بلم بقى الكتب بتاعت الولاد بقى الدروس، والدنيا بدأت بقى خلاص الحمد لله. ربنا يوفقهم وينجحهم، كله نزل دروسه واشغاله، واللي وراه مصلحة بيشوفها. وربنا يوفق الناس، ربنا يرزق الناس عشان خاطر عيالها. ربنا ما يحرمش حد من اي شيء هو نفسه فيه. ربنا يكبر بخاطر كل حد نفسه في حاجة، ويجعلكم مجبورين الخاطر، ويجعلكم مسعودين ومرزوقين كده الرزق والهنا والسعادة. خلاص. وكل اللي شاهد لي الفيديو ربنا يجبر بخاطره كده جبرانا لأهل السماء وأهل الأرض. خلاص، أنا دعوت لكم دعوة حلوة اهو من أختكم محمد وأنس، وفيديو النهاردة روتين ومواعين بقى وطبخ بقى والدنيا بقى علينا. خلاص، نشوف بقى مصلحة بيتنا. خلاص بقى، الدلع خلص ودخلنا في الجد، والجد هلا هلا عليه. رصينا الكتب، كل حاجة نضيفة، يعني هي كل حاجة متظبطة وكده. بس احنا ايه، مطرح ما الولاد بيذاكروا، مطرح ما الولاد بيلعبوا. اسم الله ربنا يخلي كده يا رب، ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة. مطرح ما بياكلوا، مطرح ما بيذاكروا، والدنيا يعني مش هتبقى نضيفة يعني على طول. لازم ايه، في شوية فينش وراهم كده، وشوية تروقات وشوية تظبيطات كده ورا الولاد. وربنا يهديهم ويصلح حالهم. ربنا يكبر بخاطرهم يا رب، ويديهم على قد شقاهم وتعبهم، ويطلعهم كده مجبورين الخاطر. وربنا يرزقهم يا رب، يرزق كل ولادنا يا رب بالخير والبركة والنجاح. أهم شيء النجاح يا رب، يوفقهم في حياتهم اللي جاية. الأذعى الصغير راح الدرس بتاعه النهاردة، باركوله يا جماعة أول يوم. خلاص، مسكت بقى الدنيا، كله نزل عندي، كله راح دروسه. وانا بقى مسكت الشقة، قمت عليها فورتها. مطرح ما كنا قاعدين برضو، مطرح ما كنا بيذاكروا، مطرح ما بياكلوا كحك وبسكوت، مطرح ما واكلين ترمس لب او الكلام ده يعني ايه. بس هي طالما ايديكي فيها، وانت مش طالما مخليه يعني ان انت ايديك في الحاجه، وهي الست كلها تبقى شويه مواعين عليكي بسيطه. بصوا، انا ما عنديش مواعين كتير، بس دي كانت حاجه كده. مطرح ما فطرنا، مطرح ما شربنا شاي بلبن، كانوا الولاد بيعملوا نسكافيه كده، مسكت الكنك صبنته. مطرح القهاوي يعني ما فيش مواعين الحمد لله، ولا ازاز يعني، عشان انا ايدي يعني. حتى بعد ما بعمل معاكم الفيديو، بقفل الفيديو برضو ببقى نحلة في الشقة. ما فيش حد بيقعد على حاله، ما فيش حد بيقف كده يعني طول النهار قاعد. لا، احنا بنعمل لكم الفيديو ده ورامي حاجة تاني بعد كده. خلاص. اه، انا مسكت بقى الحضرة وقت اهو، وخلصنا، ويلا نصلي بينا على الرسول مع بعضنا عليه افضل الصلاة والسلام. وعايزاكم بقى تنوروني في القناة وتسلموا لي كده، وما تحرمش منكم يا رب، ولا من كومنتاتكم الجميل الجميلة. كل اللي يكتب لي كومنت حلو كده عسل زيه، وما تحرمش منه يا رب. ربنا يكبر بخاطركم ويراضيني. خلاص، انا بقى ايه، ما اشتريتش بريل من العيد لغايه النهارده الحمد لله. عندي هي فيها. وكان في كيلو بقى كده مخلي ركناه، كنت ماليه جنكر ده. وكان في كيلو مركون على جنب كده. رحت ايه، خدته لقيت الجنكر نقش شويه، رحت خدته فضيته، قلت بدل ما انا سيبني يعدي عليه كده ولا يفرقعهولي، جبته من تحت الحوض وفضيته. وان شاء الله باذن الله هنبقى ننزل نجيب برضو المنظفات، بس مش دلوقتي. عندنا طالما عندك خلاص، نشوف حاجة تانية عايزين نجيبها نجيبها. نشوف اي حاجة تانية فيها مصلحة. يعني لو عايزة مثلا تجيبي مكرونات، رز، توابل، عطور، اي حاجة. لا، النهاردة عندي منظفات. اجيب بقى ايه العطار، اجيب مكرونات، يعني كل اسبوع حاولي اقلمي نفسك تمشي ايه بنظام. بس هتخلي نفسك ايه الدنيا معاكي 100 فل و100 عشر. مسكت بقى المطبخ كده كده ترويق كده سهل كده على السريع. مسكت المطبخ بقى كده على السريع من وشه كده، هو من جوه نضيف، بس انا مطرح ما ايدي مثلا
خلصنا بقى العيد ويعني وزفرت العيد برضو، بس احنا ايدينا في الحاجة، بس انا برضو عندي شك ان الدنيا مش مرتاحة. رحت قمت مسكت مطبخي، ده يعني احنا في عيد، لسه في عيد، يعني ما تبقاش الدنيا يعني مكركبة علينا خلاص، يعني يضيف جيون حد جالنا يقولوا ايه الناس دي ايه ما بتعملش، لا بنعمل والله وبننضف. اهو مسكنا بقى المطبخ ادينا له كده تلميعه كده على السريع ومسحه، ويلا بقى اديله ادي يا ام احمد، اهو ادينا له بقى. خلاص يلا يا بناتي اتشجعي كده واعملي زي خالتك ام احمد كده وايه، وشهيصي بقى في الميه وبلبطي، الجو صيف يا جماعه، خلاص خلصنا بقى الشتاء، وجع الشتاء ده. انا من عشاق الصيف، شتاء نو نو نو. خلاص يا جماعه، خلاص يا بنات، اهو مسكتي بقى المطبخ ومسكتي البوتاجاز خليته بقى فل. بصوا دايما يعملوا قهوه ما يزوروش البوتاجاز الا بالقهوه. اللي بيقف يعمل قهوه ده نفسي اصوره، والله نفسي اصوره لكم وهو بيعمل قهوه ويفوق. والمشكله بيبقى واقف جنبها، مش عارفه مين بقى اللي بيعملها دي ويفوق. اكيد احمد 90%. ربنا يهديه، بيشرب له فنجان قهوه عشان يصحصح كده ويقدر يذاكر. ربنا يعينه على ايامه اللي جايه يا رب، ويوفقهم في حياتهم اللي جايه، ويكبر بخاطرهم كده ويراضيهم. مسكنا بقى البوتاجاز بتاعنا خلينا قشطه نعمل شويه غدا بسيط جدا جدا. كان عندي نص كيلو كبده فراخ، اه محتاره، قلت لا انا قشرت بطاطستين كانت عندي في البيت برضو، الحمد لله فضل ونعمه. رحت بقى مطلعه نص كيلو كبده الفراخ، غسلتها حلو وشطفتها بالملح والخل وضيعت زفرتها، ورحت حاطه معلقه سمنه على معلقه زيت حسب ما انتي بتحبي، وهنزل بالكبده وهتشوفوني هعمل اهو. وجبت قرنين فلفل وجبت بصلتين، اهو يا بنات اهو يا ست الكل. والفيديو بتاعنا حلو اوي اوي ومنوع وبسيط واقتصادي، يعني مفهوش اي تكلفه، كله عندك في البيت وكله عندك الخير والهنا والسعد والرزق. طالما تظبطي امورك وتظبطي دنيتك من مصروفك، الدنيا تبقى معاكي تمام 100 فل و100 عشر. اه يا بنات انا بقى قطعت قرنين فلفل كده، هما الرومي ده بس مش حراق يعني. خلاص اه، زي ما انتوا شايفين هننزل بقى بالكبده ونقشر وراهم بصلتين، بطاطستين. ايه ده انا خلاص، ده المخ راح في حته تاني. خلاص يا بنات ما تاخدوش عليا بقى، سامحوا اختكم ام احمد ايه صاحيه من الساعه كام النهارده عشان تنزل دروسها وتودي لجوزي رايح شغله وديته، يعني نزلته وديته برضه. ما انا بقول لكم ما تدقوش عليا النهارده. خلاص خلاص يا بنات، خلاص يا ست الكل، اتفرجي على الفيديو من الاول للاخر هيعجبك النهارده. بس اختكم ام احمد مهليسه شويه. خلاص، او ربنا يرضيكم. وانا اشر بصلتين، مش عارفه بقى يا رب ايه اللي فيه النهارده. خلاص، او وزي الفيديو بتاعنا ان شاء الله هيعجبك، والله تتفرجي عليه يا ست الكل. وهننزل بقى بفصين توم كده نبشرهم بالمبشرة الجميلة دي اللي هي عندها تقاوي. خلاص بس حلوة والله بتسعد وبتسرع معايا، حلوة يعني. هتبشري بصلاية صغيرة، هتبشري فصين توم، قرن فلفل، بتمشي الغرض. لسه هتطلعي الكبة ولا المبشرة الكبيرة وتتعبي دماغك وتتعبي نفسك على ايه؟ سبت الكبدة ما قلبتهاش، سبتها تاخد صدمة كبيرة قوي كده، ونزلت عليها بالفلفل ونزلت عليها بالبصلتين. هركز اهو، او نزلت بالبصل اللي انا مقشراه، وهنديها تشويحه ونسيبها على عين صغيره قبل ما البطاطس بتاعتنا تتحمر. ونشوف ورانا ايه تاني. مسكت بقى المواعين اللي في الحوض مطرح ما ايدي عملتها اهو، هنلم بقى كل ده ان شاء الله باذن الله. وايه وصبنته وخليت مطبخي زي الفل، تبقى قاعده زي الفل اهو يا بنات. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحان إن كنت من الظالمين. حد دخل عليكي، حد خبط عليك، أنا اليوم ده كله يوم بدري، أنا عاملة كل ده بدري والله. يعني أنا حوالي قبل العصر كنت الحمد لله فضل وعدل من ربنا كنت مخلصة حاجتي خلاص. ومسكتي بقى اهو التوابل كل اللي عندك حطيها، بس ما تنسيش الكزبرة الناشفة، بتخلي ريحتها في حتة تاني، بتخليها ما شاء الله عليها. وجرب الكبدة دي يا جماعة بالطريقة دي هتعجبك قوي قوي. بصوا بقى المطبخ واقفة فيه براحة نفسية، واقفة فيه بحب وبقلب. بتعملي حطيت معلقتين خل كده اهو. خلاص، وتبقي واقفة بقى كده مرتاحة، نفسيتك مرتاحة، مش تبقي واقفة متوترة ونفسيتك تعبانة. خلصت الشقة وسوق الشقة برا برضو،
مسح وروتين ايه، عميق عميق. خليتي الدنيا زي الفل. وادي طبق الكبده الفاخر من الاخر، وسع وسع، من ايد ام احمد وانس. تعالوا اتفضلوا معانا بالف هنا وشفا على عيونكم وعلى قلوبكم. يا رب كل اللي يشاهد الفيديو من الاول للاخر ربنا يكبر بخاطره. مع السلامه.